وديجا راه كيرهوي مزيان كاع الحبوب اكثريه. عاشو فيه ريحه العسل. لا ركزوا في البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب. المهم راه صافي البنات، صافي لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم كيفيه تحضير ماسك وغسول طبيعي 100% بلا مواد كيماويه. غادي نكتشفوا وصفات بسيطه وفعاله اللي غادي تعاونكم تحافظوا وتعتنيوا بالبشره ديالكم بطرق طبيعيه. الا كنتم مهتمين بالعنايه بالبشره بطرق طبيعيه تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وقولوا لي واش كاين شي وصفات بغيتوني نشاركها معكم في الفيديوهات الجايين. شكرا على المشاهده ويلا نبداو. هنا المكون الاساسي اللي غادي نقادو به الغسول ديالنا هو اتاي. اي وحده عندها اتاي في الدار، سواء كناخذوا معلقه كبيره ديال اتاي، اي نوع ديال اتاي كان، كتكبوا عليه الماء غليان، نص كاس د الماء طايب، وخليوه حتى يطلق في بعضياته، وغطيوه بشي بصيل ولا شي حاجه من الفوق لمده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى كيطلق في داك الماء. اتاي كيطلق في داك الماء مزيان، ومنها حتى كيبرد شي شويه. صافي كتخليوه لمده ديال 10 دقائق ولا 5 دقائق، وكتزيدوا عليه صابونه، كتصفيوه وكتاخذوا الماء ديالو وكتزيدوا عليه صابونه محكوكه، نص صابونه محكوكه، سواء ديال صابونه الحجره اللي عندنا في المغرب، سواء الصابونه ديال الضوف. ديجا انا كانت عندي صابونه ديال الضوف هكا ديجا محكوكه، سو هي اللي استعملتها. نتوما الاختيار ديالكم، سواء صابون الحجره سواء الصابون ديال الضوف. ومن بعد كتزيدوا معلقه صغيره ديال العسل، كتحطوهم في نار مهيله، تلقوا مع بعضياتهم كيف ما نوريكم في الفيديو، وخليهم يتلقوا مع بعضياتهم. من بعد خلطوا كلشي وجيبوا شي قريعه وكبوا فيها. المهم هو هذا، شوفوا كي داير. قبل ما كتابليكيوه على لابو ديالكم كتمخضوه مزيان بحال هكا، وعاد كتابليكيوه. غسول طبيعي 100%. هنايا ندوزو للكوماج ديالنا. حتى الكوماج راه طبيعي حتى هو 100%. كناخذوا الروز كلاصي العادي ولا الروز العادي كاع. كناخذوا الروز كنطحنوه، ماشي ديك الطحنه كيولي رطب، نو الطحنه العاديه اللي كيبقى بحال سنيده داير. كناخذوا معاه معلقه صغيره ديال العسل، وكنحركو مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي وكنابليكيوه كغوماج. هنايا ندوزو لو ماسك. هاد النهار برعايه الشاي الاخضر غناخذوا معلقه كبيره ديال الشاي الاخضر اللي يكون مطحون مزيان اللي كيولي بحال الغبره، وكناخذوا معاه معلقه صغيره ديال العسل، وكناخذوا معاه نص ديال التشينه معصره اللي هو البرتقال. كناخذوا نص وحده معصره كنزيدوا عليه، وكناخذوا البابونج اللي حتى هو كيكون مطحون مزيان اللي كيولي بحال الغبره، حتى هو كنزيدوا معلقه وكنخلطوا كلشي. ها هو ماسك واجد عندنا، كيحيد الحبوب، كيحيد الاثار الحبوب، كيحيد البقع الداكنه، كيصفي البشره، وكيحيد كيقلل من علامات الشيخوخه، كيقلل من التجاعيد، وكيفرز الكولاجين على البشره، وكيعزز النشاط ديالها. المهم هذا هو الغسول الطبيعي اللي حضرته معكم. نقول لكم دابا كل مكون فيه ولا شي كيصلاح. درنا الشاي الاخضر. ديجا الشاي الاخضر راه معروف شنو كيدير. اول حاجه كيحيدها هو الحبوب اللي عندهم حب شباب ولا اللي عندهم الحبوب في الوجه. ديجا هاد الحبه اللي كتنوض من شهر لشهر، ديجا اللي عندهم الحبوب في لابو هنا لهاد الجهه الشاي الاخضر راه كيحبس كينشف الحبه. ديجا معروفين الفوائد ديالو كثيره بزاف. ديجا غنخليهم لكم هنايا. والعسل اللي كيهدئ البشره واللي كيرطبها واللي كيعطيها اشراقه، وبزاف ديال الفوائد اخرى فيه. والصابون باش كتعطينا ديك الرغوه ديالها. ديجا انا استعملت هنايا صابون دوف، ولكن نورمالمون كتستعمل الصابون ديال الحجره حيتاش ما فيه حتى شي مواد كيماويه، كيكون فيه غير الزيتون. صافي صابون الحجره كديروه في عوض الصابونه ديال دوف، والاختياري ديالكم. الا بغيتو صابون ديال دوف ديجا كنتو كتستعملوه، استعملوا صابون ديال دوف، حكوها وخلطوا كلشي مع يكون الماء دافي باش تذوب ديك الصابونه. قبل ما تابليكيوه ديجا بخدوه بحال هكا وابليكيوه في لابو ديالكم. دابا انا نابليكي معكم وغنشوفوا. ديجا لابو ديالكم خاصها تغسل بالماء وعاد ابليكيوه، يعني تكون فازكه.
ديجا انا فزكت لابو ديالي وغادي نابليكي دابا هذا. المهم هو راه كيجي بحال هكا، كيجي جاري ما كيجيش. وديجا راه كيرغوي مزيان كاع. هانتوما شوفوا كيف كتشوفوا في يديا كي كيرغوي. دابا غادي نابليكيه على وجهي قدامكم، وحكوا في البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب اكثريه. عاشو فيه ريحه العسل الحر، فيه ريحه العسل وريحه الاتاي. هي ما تنساوش راه مابقاش في الرغوه بزاف، راه في المكونات اللي في داك الغسول اللي كتستعملوا لوجهكم. هذا كتستعملوه بعدا في الصباح ملي كتنوضوا وبالليل قبل ما تنعسوا، يومين في النهار. فاش كيعطيكم نتيجه، باش كيعطيكم نتيجه اللي هي زوينه وكتلاحظوا الفرق في الوجه ديالكم، وكتلاحظوا حتى الحبوب نقص، وحتى البشره ديالكم كتحسوا بها تنقعت. ركزوا في البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب الرقيق، اللي عندكم فيهم الحبوب الكثير. ركزوا في البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب ديال العرق، هذاك الحبوب اللي كيكون هنايا. ركزوا في اي بلاصه فيها الحبوب ولي بوان. هو غسول وفي نفس الوقت راه كيرطب حيت فيه العسل، والعسل ديجا كيرطب الوجه. ديجا هنا ابليكيتو مزيان. المهم كتكونوا فزقين وجهكم بزاف مزيان زعما، عاد باش كتابليكيوه باش كيعطيكم الناس اللي كيبغيو الرغوه. دابا غنمشي نغسلو ونرجع لكم. دابا غادي نابليكيو الكوماج. المهم هذا الكوماج هذا غادي نديروه دابا قبل الماسك باش نستافدوا من الماسك مزيان. ما نساوش حتى العنق ديالنا ضروري. المهم دابا غادي نمشي نغسلو وغادي نرجع نابليكي لو ماسك. ماشي هاد الكوماج على رطوبيه كيعطي ما يمكنش. هاد واحد الرطوبيه كتحسوا بها في لابو ديالكم واعره واعره واعره. ودابا درت هذا باش ما نقش حوايجي. ودابا غادي نابليكيو لو ماسك ديالنا. ركزوا في البلايص اللي عندكم فيهم الحبوب.
وركزوا في البلايص اللي عندكم فيهم الكحوليه. المهم دابا نخليو لو ماسك ديالنا من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. المهم كل ما حسيتو بالبشره تشربات داك لو ماسك مزيان مزيان. المهم غنتسنى 30 دقيقه ونرجع لكم. ديجا هو فاش كيكرم ما كيخليش لابو ناشفه ومشدوده بحال لي ماسك الاخرين، حيت شويه العسل كيكرم عادي، يعني تخليوه تيكرم على خاطرو وسيروا غسلوه. المهم انا دابا راه كرم ليا وغادي نمشي نغسلو ونرجع لكم بالنتيجه. هرتو على رطوبيه كيخليو واعره، رطوبيه واحد النعومه، وحتى كيفتح كتلاحظوا تفتيح من المره الاولى. انت ملي كتجيو تغسلوه دغيا كيتغسل. سو دابا بقى لينا غير نديرو الترطيب ديالنا. ديجا بغيت ندير لكم مرطبات طبيعيه اللي تبقاو تستعملوهم في الدار وترطبوا بهم الوجه ديالكم وكيبقى مرطب مزيان وبمواد طبيعيه اللي ما تقدرش تضركم. الا كنتو باغيينهم قولوا لهم ليا في لي كومونتير. المهم دابا غادي ندير المرطب ديالي وصافي هادشي اللي كاين. وما تنساوش عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب. بيزو.